السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد. إيه يا عم؟ حبايب قلبي حبايب قلبي قلبي ونور عيني ونن عيني من جوه بحبكم. جايين النهارده في فيديو رياكت ثعلبي طازه. انا شايف انا بصراحه ام خالد منورانا في كل فيديوهات تقريبا. وشايف ناس تانية مش او كرام، شايف في حاجات طازه، يعني في حاجات جايه شكلها طازه يعني فاهم. اتمنى يعني. طبعا قبل ما نبدا بقى، لو اول مره تشوفني معاك دوم مفروق من قناه دوم مفروق، لو مش عامل سبسكرايب انزل اعمل سبسكرايب ودوس على زرار الجرس عشان اي فيديو انزله يجيلك. وعايزين نوصل الفيديو ده ل 10000 لايك. بحبكم. انزل دوس لايك قبل ما نبدا عشان انا بسمع وبعرف وبحس. على فكرة بحس يا كداب يا شفت قلت عملت وانت ما عملتش. انزل اعمل قبل ما نبدأ الفيديو. والله لا ابتدي بأم خالد. يلا بينا. ريونا الرورو لسه اخد دش. الترنج ده انا لسه جايبهوله جديد، فلبستهوله وصيفتله. تحس امي بتكلم ستي في التليفون، فاهم؟ قاعدين ايه بتعملي ايه؟ مفيش والله، ده انا لسه لولو كان شيخخ في البامبرز، فقمت بقى انت عارفه ليط الهدوم كلها، رحت مغيره له ونزلت له الصيفي. بس بقول لي هد حيلي، والصيفي هد حيلي خالص. والله بس ربنا يخليهم بقى. هعمل ايه ده؟ انا مالي انت نزلتي اللولي الصيفي ولا شتوي يا ام خالد؟ يا ام خالد الله يبارك لك يا ام خالد. عايزين اخبار يعني، ما بقولكيش والله العظيم احنا بنحبك قسما بالله، ما عنديش اي مشكله، بس عايزين حاجات عليها العين، عايزين حاجات يعني اللي هو اخبار مهمه. لولي صاحب مثلا، لولي خطب، فاهم؟ حاجات تثير الجدل، حاجات ترند. لكن ايه نزلت اللولي الصيفي وكان شخ يعني ايه يا ام خالد؟ بصوا الجمال، دي بقى السمنه الفلاحي الاصليه. دي بقى السمنه الفناحي، تاكلي منها ترتاحي. يا سلام. ماشي، هعشيه قبل ما ينام. ايه انت بتعشي عليك سمنه؟ ايه ده يا بنتي؟ ده الولد لسه صغير على السمنه دي، مش هيستحملها غلط. انت بتعملي ايه؟ ولا انت اللي ما عملتوش في خالد بتجربيه في لولي؟ حرام عليكي. طبعا هو ضعفان، فببتدي ان انا ايه، بما انه ضعفان بيرضع صناعي، بحاول ان انا ادخل له اكل، يعني بطاطسايه محمره كده او بطاطسايه مهروسه. وخالد لولي بيقشط. شوفي الحاجه دي، شوفي دي. طبعا بيسنن زي ما انتم ما شايفين كده، بيريل. دي الرياله دي بقى عسل. هي اللي عملته ده بجد؟ انا مش عايز اعيد. لا انا خلينا شفت، انا متاكد منه. انا مش هعيد، مش هرجع تاني. اللي عملته ده بجد عسل. ايه ده؟ انت ام جدا. ايه ده انت ام. ده احنا اتاكدنا 100% ان هو ابني خلاص، ما فيهاش كلام. ايه ده؟ ايه يا ام خالد ده؟ يا ام خالد ليه قلب المعده ده ياما؟ ليه قلب المعده ده؟ عسل كده سكر. فبعمل ايه بقى؟ بعمله شويه شاي صغننين كده، وبحط له فيها بسكوت. الاكله دي كانت ماما بتاكلها لي وانا صغيره. هو بصراحه كلنا كلنا الاكله دي، اللي هو الشاي مع البسكوت تحطه تهرس. اتفق معاك يا ام خالد بصراحه، اتفق معاك في الاكله دي. شويه شاي صغننين واسقسق له فيها بسكوت. طبعا البسكوت يقوم جاي ايه، بايش. يا روحي. طب يلا هوب. انا في الميكروباص وفي ام شايله عيل قدامي ايه الواد ده مين؟ الواد ده ايه ده؟ ايه التربانه ايه؟ ولو عوزت انا كده مكتره ميه، هزود تاني. اقلبهم كده. خلاص يا ام خالد، انت بتقلبي مواجع، ما تنجزي يا ام خالد. ده هو خلاص يا ام خالد، في ايه؟ وبعد ما اقلب كده اقوم عامله ايه بقى، جايبه كوبايه تانية. ماشي. تقوليش انك هتفضي هنا عشان يبرد. لا بقى، ده انت عملت انت بتقلدي ماما اللي هي ام خالد بصراحه. ايه يا ام خالد اللي انت بتعمليه ده؟ هتفضي الناحيه التانية عشان اشيل بس ده كده، الريمه دي، واقوم جايه ايه مفضياها هنا كده. بسم الله كده، عشان ايه التفل ما ينزلش معانا هنا. ايه تفل؟ انا كنت فاكره عشان يبرد. مش مهم، كلنا مفيش حد بيتفق على حاجه. خلاص تمام. طبعا هو ايه ساعات بقى، يعني انا بعمل بالزياده عشان انا بكمل من وراه. بحب اكل بسكوت قوي بالشاي. ما تعملي لوحدك يا ام خالد يعني؟ ليه تخنقي الواد في عيشته؟ اعملي لوحدك وكلي معاه عادي، ما فيهاش مشكله عادي يعني، مش عيب. سلمي من كوبايته يعني. ومستغربه ليه الواد ضعفان؟ ما هو من اللي انت بتاكلي اكله. ساعات شاي بلبن بقى بيبقى تحفه كده. جايه عامله كده. طب يلا هوب
ايه ده؟ انا سمعت خالد قال هوب من تحت، انت مخبياه ولا ايه؟ انت معداه فين؟ لا حطاه فين؟ تفتحي على الواد يا بنتي، حرام عليكي. طب يلا هوب. نزل جلد، نزل جلود. خالد ضيف شرف النهارده، هو بيكح بس من بعيد، يعني يرمي كلمه من بعيد لكن يطلع انه لا هو دورك تعبيط، الاجر رايح للولي. انت هتطلع في الفيديو يا مجنون، اقعد ورا الفيديو الجاي. انت بتقولي ايه؟ الاسبوع الجاي كله اختبارات، حفزيني. مين الشطوره؟ مين الاموره؟ بعيدا عن الرعب ده، هي بتقول لك حفزيها، هي انت بترعبينا احنا بقى، يعني بعيدا بقى عن حفزيني انت يعني الكلام ليها هي، موجه ليها هي، انت بترعبينا احنا ليه بقى؟ ما اعرفش. بتقول لك حفزيني مش رعبيني، واحنا مالناش ذنب. بوضح لك بس بالله عليك، عشان انت لسه بصباع الكحل ده بقالك 3 سنين من قبل ما اخش الجيش، قسما بالله من قبل ما اخش الجيش انا كنت بعمل لك برضه، كنت اشوف لك فيديوهات برضه بنفس الكحل بنفس العين بنفس المكان بنفس التيشيرت تقريبا. فمن فضلك بعد اذنك يا كابتن رضا، اسمك ايه؟ كابتن غاده، بعد اذنك. مين العسل؟ مين السكر؟ مين اللي هتذاكر وتجيب هاي سكور؟ مين اللي هنقول لها ويل دان في الفيديو الجاي؟ ويل دان ازاي؟ بذمتك ده فيديو واحده تشوفه وهي داخله على امتحانات؟ بذمتك يعني ده طبيعي؟ واحد عندها امتحان الصبح يا مؤمنه تقول لها ويل دان؟ هتنام ازاي اصلا؟ دي هتفضل مطبقه لحد الامتحان مش عارفه تحل. حرام عليكي، حرام عليكي. انا بقى يعني عندي فوبيا، انا عندي فوبيا من قلم الايلاينر اللي انت راسمه بيه ده، حواجب كليوباترا، حواجب الكليوباترا اللي انت حطاها، شفتي بتتكلمي كده كليوباترا، حرام عليكي حرام، كل مره تهربيني كده. انا عايزه امتياز. امتياز؟ ده انا هتجيب امتياز. ايه خش الامتحان تفتكر وشك ده، مش هتفتكر اجابه سؤال، تسقط عيد السنه وتجيلك تاني بقى تقول لك عندي الاسبوع الجاي ملحق حفزيني. حتى الصوره اللي انت حطاها من الفيديو خلص مرعبه يا ماما، مش هينفع، ما ينفعش. ما ينفعش، ما ينفعش. يا كمال سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. في ايه بقى؟ خير؟ كنا على طريق اسكندريه، دخلت اللاسلكي جوه. دخلت فين؟ دخلت اللاسلكي؟ يعني ايه دخلت اللاسلكي؟ جوه؟ مش فاهم يعني ايه دخلت اللاسلكي؟ دخلت اللاسلكي؟ لا مش فاهم. دخلت اللاسلكي جوه. هو بيشاور على ايه؟ اه ده قصده على سيركل كلا سلك. الله يعوض عليه صاحب المكان قسما بالله، الله يعوض عليه، حطيتها بالمنط العريض فوق كده سيركل كي كرام مشاكل. دخلت لاسلكي جوه، جبت حاجه ساعه لاسلكي، فاهم؟ بس ما علينا، مش دي النقطه، يعني احنا متعودين. تمام. الاتوبيس قسما بالله مش وسابني. وربنا سواق بيفهم. والله العظيم 3 سواق بيفهم. يعني انت بعد لاسلكي دي استحاله تركب حتى توك توك، انت تركب الهوا وتمشي، تركبش حاجه بتمشي ب4 عجلات. اكيد السواق مشي وسابك بعد ما قلت له انا كنت في لاسلكي جوه او عايز حاجه من لاسلكي، سابك ومشي اكيد. انا مش عارف اعمل ايه، حتى محفظتي وفلوسي ولبسي كله اتاخد، انا مش عارف اعمل ايه. رقم العربيه 609. لا دي مطافي، دي مش رقم عربيه. مطافي دي يا حبيبي ولا الاسعاف؟ مفيش رقم عربيه 609، دي مش عجله، مفيش منه الكلام ده يا حبيبي. وحتى لو راح يتعود عليك يعني يا كرام مش حوار، يعني مش حوار. يعني المشكله بقى انت هترجع ازاي ولا هتركب ايه، ده الحوار، فاهم؟ قال لك رقم العربيه 609 301 200 205 207 غرفه 207 رقم العربيه غرفه 207. قدامك فرصة انك ترتبط بحد مشهور، هيكون مين؟ انا بحب عصام صاصا. ايه بتقول لك لو قدامك فرصه ترتبط بحد مشهور تقول لها انا بحب عصام صاصا؟ كيف يعني يا ولدي؟ كيف يا ولدي تقول لك لو ترتبط بحد مشهور مين تقول لها بحب عصام صاصا؟ ايه العلاقه حضرتك؟ بتقول لك لو ترتبط بحد مشهور. يا ابني ما توديش نفسك في مواويل اللي انت مالكش فيها. لو هترتبط بيه مشهور كابونجا. من عشاق يا ابني. في كتير وهم مشهورين، مش عارف اقول لك مين. يقول لك في كتير وهم مشهورين. هو خايف من اللي في البيت، خايف من اللي قاعداله ومستنياه وتشوف الفيديو. هو خايف، هو نفسه يقول كتير، ميان السيد ومنى عرفة وحنان ترك وسيدة. انا عارف بس هو خايف من اللي في البيت، خايف. نفسي اصرخ بصوت عالي واقول انا تعبت. ليه
تصرخي بصوت عالي ليه؟ ايه ده؟ ايه كمل. انا شايف حلقان، انا شايف حلق مركب بني ادم، شايف بني ادم. انا تعبت مش قادرة، الحمل تقيل. يا ماما اكيد تقيل، انت مش شايفه ودانك عامله ازاي؟ ده في 15 كيلو فضه في ودنك، ده في 15 كيلو فضه في ودنك اليمين بس، الشمال 15 زيهم 30 كيلو فضه في دماغك في ودانك متعلقين كده، انت ودانك مدلدقه ومش عايزه الحمل يبقى تقيل. اصل معلش انت مش حاطه قشر ترمس، انت حاطه حلقان، ده انت مغرقه ودنك فضه، اكيد هتحسي الحمل تقيل وتقيل قوي، لا تقيل قوي يعني. ما فايه الاستغراب في كده يعني؟ انت لازم تصرخي، انت اكيد ودنك مش طايقه يعني. بتنامي ازاي اصلا؟ بتحطي راسك على المخده ازاي؟ حمل تقيل وانا لسه صغيرة، اما كل ده بيحصل لي وانا لسه 23. امال لما اوصل لسن ال30 ايه اللي هيحصل؟ لا كده ال 30 يعني رقم كبير. يا ستي انت بتقولي ايه يا ماما؟ ملهاش علاقه والله، انت حتى لو في 15 سنه خفي ودنك هتلاقي الحمل خف، ملهاش علاقه باي حاجه في حياتك انا متاكد. ده الحمل اللي عليك كده حمل مجوهرات في ودنك. لكن ايه اللي انا دلوقتي 23، امال لما اوصل لل 24 بقى هيحصل؟ يا ماما مفيش فرق، ده هم 6 سنين هيطيروا كده. واللي مثلا طب لما انا بقى 50 سنه بقى، لما بقى 40 سنه بقى ايه؟ نص عمرك حتى. لكن ايه 23 لما بقى 30 دي؟ مش فاهم يعني. ما هتفضلي كده طول ما انت حاطه الحاجات دي في ودنك، هتفضلي كده عشان اجيب لك من ابو نهيه. انا تعبت مش قادرة اكمل بقى، كفاية كفاية تعب. دول السبب لا دول السبب. سيبيني افكرهم. انا تعبت. ايه ليه الاوفر ده؟ ايه يا عم في ايه يا عم؟ مش كده يا عم، ما بالراحه علينا يا عم البلدوزر. كفاية خلاص يا هادي، خلاص يعني. خلاص انا اللي بقيت منك ومنكو خلاص. كده خلاص انا بقيت خلاص ما عنديش طاقة. خلاص بقى، ودني مع اهلي ضغط شغل، مش فاهم في ايه، في مؤثرات، في رياكشنات غريبة، تحس تعمل كده تضرب في خلاص في حاجة غلط. ما عنديش طاقتي خلصت، مش عارفة اكمل شغلي، مصدر رزقي مش عارفة اكمله، مش عارفة اكمل حياتي، مش عارفة اعمل حاجة لنفسي، مش عارفة اسند نفسي، مش عارفة افرح، بجد تعبانة اوي. تعرف لما الحاجة انت عارف فيلم كركر صح؟ تعبت. الحلقة جت بقى اشتغلت خلاص بقى. ايه ده حضرتك يا ماما؟ لا قسما بالله انا اللي تعبت وجبت اخري خلاص جبت اخري. هنضرب نار، انا تعبت منك عشان انا خلاص كده. بكده نكون خلصنا فيديو النهارده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، وما ننساش نوصل الفيديو ده ل 10000 لايك. ولو مش عندي على الانستجرام او على التيك توك سايب لك اللينكات تحت. بحبكم، اشوفكم الفيديو الجاي على خير. بعدنا كل خميس الساعه 7. بحبكم. السلام عليكم.